ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني، ورجعت لكم تاني بروتين جديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو نصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. فيديو النهارده بقى روتين بقى، قلت فوق اللي جه جه واللي مشي مشي. اخواتي بقى كلهم جم وصفصفت عليا انا في الاخر، الكل مشي وسابني بقى وصفصفت عليا. اختي جت بعيالها، وقعدت لها 3 4 أيام وبعدين هي مشيت. تاني يوم أخويا جه بمراته بابنه، قعدوا لهم برضه 3 4 أيام وبعدين مشيوا. وبعدين أخويا التاني جه لوحده، قعد بقى اللي قعده وبعدين مشي هو كمان إيه، والبيت شفصف عليّا. قُلت بقى لأ، اطلعي بقى امسكي بقى اعملي روتين حلو كده، نضّفي الدنيا وقفّليها علشان إيه، أنا كمان إيه، خلاص برضه هامشي برضه مسيري، ما أنا هامشي عشان هنبدأ بقى الدروس وهنبدأ الترم التاني على خير إن شاء الله بإذن الله. قُلت لأ، اطلعي بقى كده عشان الوقت ما يروحش منِّك، عشان كده إيه، أنا كنت تاني يوم هامشي على طول بقى. قُلت قومي نضّفي بقى الشبابيك ونضّفي وقفّليها الشقة تقفيلة حلوة عشان نروح ونيجي نرجع نلاقيها نضيفة زي ما كانت يعني. قُلت بقى أنضّف كده بُصّوا التراب، الدنيا بقى اليومين اللي فاتوا كانوا تراب وكانوا ساقعة، ما كناش بنعمل حاجة أصلًا. كنا قعدتنا تحت طول النهار ما بنطلعش إلا على النوم. قُلت لأ خلاص هُم مشيوا، ما بقاش في حد إلا أنا وعيالي. قُلت لأ قومي كده تشجّعي بقى ونضّفي بقى وقفّليها تقفيلة حلوة عشان ما فيش تراب يخش فيها. لإن أنتم عارفين لمّا بيت العيلة أمّا يبقى فيه كتير الدنيا بتتبهدل أصلًا. قُلت لأ، قُمت بقى كده طالعة على فوق. قُلت خلّصت تحت لماما وقُلت أمّا أطلع بقى فوق أمسك لها الشقة أنضّفها بس مش هاغيّر ملايات، لإن الملايات بقى هنسيبها هتاخد تراب الشتا، وأمّا نيجي النوبة الجاية بإذن الله بقى أشيلها إيه ونفرش غيرها. وكده إيه، أنا بنيجي إيه، يعني أمّا المدارس بتفتح باجي إيه أسبوع وأسبوع أقعد معاها يعني وإيه، ال3 أيام نيجي لها ال4 نمشي السبت. قُلت لأ، قومي بقى اطلعي كده أنضّف لها الحيطان وأنفّض الدنيا وأروّق الدنيا كده، وبعد كده إيه، أمسحها برضه، هامسح الشقة بقى وأقفّلها بقى وإيه، وألِم حاجتي أنا كمان إيه، عشان أتكل على الله، مش هاشوف مصلحتي برضه ومصلحة بيتي. ما الكل جه وصفصفت عليّا أنا، سابوني ومشيوا بقى. أنا قُلت لأ، أنا هاقوم بقى إيه، أوضّب لها الدنيا. هو كده ما حدش بيعمل إلا أنا يعني. رُحت قايمة ماسكة زي ما أنتم شايفين كده ومسكت الشبابيك نفّضتها ومشيت وهاشيل البطاطين بقى أحطها في الدولاب بقى عشان نيجي نلاقيها نضيفة. خلاص هو كُلّه مشي ما فيش حدش هيستغطى تاني. هالِم بقى البطاطين اللي في البيت كُلّه وأقوم حاطاها في الدولاب وأقفّل عليها الدولاب تقفيلة حلوة عشان ما يخشلهاش تراب. وكده الشقة فوق ما حدش بيطلع لها طول ما إحنا مشينا، ما حدش بيطلع فوق. والدتي ما بتقدرش أصلًا تطلع. بس اللي وصل بقى لحد هنا كده يثبت وجوده ويصلّي بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويدعي لنا دعوة حلوة وتعليق حلو كده من قلبكم. وبس الكلام الحلو، بلاش الكلام يا جماعة. أنا مش كل فيديو هاقول بلاش والله. عيالي بيقروا التعليقات وقرايبي مش عايزة حد يسمّعني كلمة ما لهاش لازمة. يا ريت يعني اللي عنده كلمة حلوة يقولها، ما عندوش ما يقولش. اللي عاملاه أوي ما تتكلمش، ما تعلّقش، لا هاقفل التعليقات ومش هاخلّي حد يعلّق. يعني أنا دي حاجة بارجوكوا بيها اتقوا الله في كلامكم. الكلام اللي عايز يعلّق تعليق يليق بالفيديو. بلاش التعليقات البايخة اللي أنا ما يعني في تعليقات ما بارضاش أرُد عليها، وفي تعليقات بامسحها، وفي ناس باحذرها خالص. يعني أنا باحذر الناس خالص من على القناة. أدام أنت هتسمّعني كلمة ما لهاش لازمة، هتخلّي حد يبُص لي بصّة ما لهاش لازمة، يعني يا ريت ما ب ب بلاش الكلام اللي مش كويس. يالّا بقى، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة وادّوا له لايكات كتير وادّوا له دعوة حلوة وادعوا لي دعوة من قلبكم، وربنا يبعد عني ولاد الحرام وي ما يحوجنيش لحد كده ويسترها عليّا أنا وعيالي كده يا رب. ويشفي لي والدتي يا رب ويخلّيها لي، لإن هي اللي سَنَد ليّا، هي اللي سانداني. ربنا يخلّيها ليّا يا رب ويدّيها الصحة وما نشوفش حاجة وحشة أبدًا، أبدًا. لإن حرمان الأم ده حاجة صعبة، صعبة، صعبة. أنا كنت كل ما أتفرّج على فيديو لناس فقدوا والدتهم أنا باقعد أعيّط. لإن أمي هي اللي سانداني. أمي هي الأم هي عمود البيت بمعنى أصح. اليتم يتم الأم مش يتم الأب. الأب ربنا يخلّيه لنا وكل حاجة، بس الأم هي اللي بتحاول يعني الأب يبقى أمّا الواحد بيتيتم من الأب، الأم بتحضن عيالها، بتبقى هي الأم وهي الأب وهي كل حاجة. وإحنا فعلًا أمنا كانت، أنا بابايا ميت ما اتجوزش حد فينا، يعني هي كانت الأم والأب وعلّمتنا والحمد لله ووصّلتنا كلنا يعني أنا أمي ست، أنا ست ما شُفتش زيها. هي
ربنا يديها الصحة يا رب، ويخلّيها لنا كده وما اشوفش فيها حاجة وحشة، يبقى يومي قبل يومها كده يا رب. كده بقى دخلت على الأوضة التانية وقُلت برضه هامسكها برضه واشيل بطاطينها، وخلاص بقى الحبايب مشيوا، والصراحة كانوا أحلى 10 أيام قعدناهم مع الحبايب، مع ولاد عمي، مع ولاد خالي. الصراحة لو الأيام زمان ترجع ويخيّروني بين دلوقتي وأيام زمان، لأ أنا أختار أيام زمان، لإن كنا بنقعد ونتجمّع ونلعب. كنا بيت خالي دوّة ما كانش بيخلى مننا وما بيخلاش بيجمّع الحبايب كلّهم. ربنا يرجّع اللي مسافر يرجّعه بالسلامة ونرجع نتلَم زي الأول. صراحة أحلى 10 أيام قعدناهم مع ولاد عمي، الصراحة الضحك كلّه والهزار. ربنا يخلّي لنا ماما وتفضل مجمّعانا كلّنا إحنا وولاد عمي كده يا رب، وولاد خالي ربنا يخلّيهم لينا يا رب، ودايمًا البيت يفضل مفتوح بحِس والدتي يا رب. هي بقى اللي باقية لنا هي وخالي من الناس الكبيرة، من الناس بتاعة ريحة زمان. ربنا يخلّيهم لنا يا رب ويفضلوا مجمّعيننا كده. كده زي ما أنتم شايفين كده مشيت سِبت برضه أنضّف السراير برضه وأفرشها برضه هي الملايات مش هاغيّرهم، لإن كده هنقفّل الشقة ونمشي يعني ما حدّش قاعد يعني. إن إحنا نغيّر الملايات كده هتيجي برضه أمّا تيجي النوبة الجاية هتغيّريهم لإن هيبقوا مليانين تراب. حرام بقى إن أنا أغسلهم نضاف. أفرشهم هم كده. أنا نضّفت الشباك طلعت نفّضته بس أنا فصلت ورجعت يعني نفّضت الشباك برضه لإن كان برضه مليان تراب، لإن هو الشباك ده على الشارع والشباك التاني والبلكونة دي على الشارع. يالّا بقى نصلّي بينا كده على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام واللي ما اشتركش الاشتراك مش هتخِس حاجة، انزل اشترك وفعّل زر الجرس. كده بنفرش بقى الملاية. أنا مسكت الشقة كلّها قُلت بقى أنا هاعملها كلّها بقى مرّة واحدة، معلش لو الفيديو طوّل عليكم علشان مش هاعمل بقى إيه، أوضتين، أوضتين عشان ما تملّيش من الروتينات، وإن شاء الله بقى اللي جاي هيبقى أحسن بإذن الله، بإذن الله. وأنا استغفر